سمعوا هذا المنافق، هذا الصحفي المنافق، هذا المنافق. سمعوا تنظيم المغرب منافق من الدرجه الاولى. اكتشفتوا بعض مباريات مونديال 2030 وبحد ذاته فاضحة الأخيرة محاولات بائسة ويائسة من أجل الاستيلاء على الإرث والتراث والموروث الجزائري، لأن الفيفا هيئة دولية كبيرة، الكل يلج إلى موقع الفيفا. شفنا ملاعب ليست موجودة على أمر الواقع، وهذه الصور توضح ذلك. نعم، ملاعب عبارة عن فوتوشوب وأقلام تلوين. سمعتوا هذا المنافق؟ هذا واحد المنافق كبير، هذا مين تبهدلوا وتفضحوا مع العالم، لانه هنا كان يقول لك كارطون ومنه وما غاديش يوصلوا، وكان ملعب مولاي الحسن، شوف ملعب مولاي الحسن كانوا يهضروا عليه يقول لك راه حفره وما غاديش يكمل. تعرفوا النفاق خاصو يبقى شاد فيها، لانه الكذاب خاصو يبقى غير كذاب. سمعوا هنا البارح واش قال في واحد الحصه على هذه الملاعب. سمع ملاعب الذكاء بنيتها انت بالغباء الاصطناعي ماشي الذكاء الاصطناعي، انت درت ترميم فقط للملاعب وتقول انه في 10 اشهر بنينا ملاعب. يا اخي انت سمحوا لي علموا هذا، ما بين انت تستحمر في من؟ تستحمر في الشعب المغربي ولا في الناس؟ احنا اذكياء الحمد لله، رانا نخموا بعقولنا ونعرفوا يعني الملاعب، حتى وان ما كناش مختصين يعني مختصين ولا بطيره في هذا الشيء يعني تاع بناء تاع الملاعب وكذا، لكن احنا نعرفوا شويه، رانا نقراو ورانا نطلعوا، عندنا مواقع، عندنا انترنت. هنا سمعتوا هنا واش قال؟ هنا قال لك اسيدي هذا غير ترقيع، اروح نفهمك ونقريك بالخوشيبات، لانه انت بغل وانت عايش في واحد الزريبه ديال الاعلام، وانتم هما اللي خرجتوا على البلاد. تفرج ها لي فوتو هنا، جبت لك من جوجل، ياك ما غاديش نعطيك شي حاجه، خرجت لك من جوجل، دخل لجوجل دير بدايه الاشغال ملعب مولاي الحسن من كان حفره، وانتم بنفسكم قلتوا راه حفره، ومن تما بنفسكم قلتوا هذا بالذكاء الاصطناعي وما يكملش. هنا بدايه الاشغال ديالو كان حفره، ياك واحد ما عرف غادي هنا بدات مولاي الحسن، ملعب مولاي عبد الله بداو هو محفره، لا من الارض طلعوا من الارض، ملعب الباري طلع من الارض، ملعب الاولمبي طلع من الارض، ملعب طنجه طلع عالمي من الخيال العالمي اللي الصحف ديال اسبانيا دهشت منه. هاد الملاعب كاملين، ولكن انت بقوه الصدمه اللي شفت هاد الملاعب وشفتهم كيفاش تجنزوا تخدموا في ظرف قياسي، بغيتوا زعما وزاد القشع عطاكم في البرلمان سمكها لكم، بغيتوا تقلبوا هذاك الحوار وتذهب الى ترميم وكذا منه وتاثر. اروح نقريك الا بغيت نقريك ندير انا وياك تحدي، اروح نقريك بلا الملاعب هذو ديما راهم من الارض، بصح نتوما اكبر لانه العالم كامل يشد المغرب بالملاعب لكم اللي ما راضيينش باش تعرفوا بالحقيقه، انت ما تعرف انت يا رخيص. اروح نبدا لك من الارض، نروح نبداو لك من الارض، نبداو نديروا انا وياك تحدي، ها ونهضروا كلام الصح، بصح من باغي تفوتها زعما ومنها والتطبيع، وجيت تهضر في التطبيع في السياسه ودخلت في بزاف الحوايج في هذاك البرنامج. شاوش اروح نرد عليك. شوفوا هاد ديال شاوش ابراهيم شاوش كيفاش ما راكش واجد ومساكن يديروهم في وهما مساكن هذاك، هو حابين دوك انت واحد يحب يعرضك للعرس، قيس لي موين تاعو، دوك انا يعرضك للعرس قيسو، انا ما نقولش واش يحط كليت وين بت هذا العرس الليله وفاتت، ولكن انا باش تعيط لي انت في التليفون ولا تبع ولا دير لي فيديو انايا تاع اوتيل 5 ايطوال وما على باليش، ومن بعد ندخل داخل باش نبات القطره لا اليوم انا نقولك حاجه، احنا نقولوا لا غالب الا الله، ولو كان ماشي ربي حب يكشفهم ما يستضيفوا الملحق، ما تصب الشتاء، ما يلحقونا الفيديوهات، كلش ربي راهو داير وراهي مسطره. تي بونس انت بلي دوكا ربي واحد يخدع الاسلام ويمشي مع اليهود ياك ينصروا ربي؟ لا باينه بلي ما ينصرش ربي ينصر عبده كي يمشي مع الحق، صح ولا لا؟ دونك حنايا مازال زيدو نتفرجوا مهازل ومازال انا قلتها صافي لونطون. ابراهيم شاوش هذا مناجير، كان لاعب كبير كان لاعب صغير كبير، كان لاعب كره قدم، وكاين ديجا لعب مع مولوديه العاصمه، وكان لعب مع الوداد ومشى للمغرب، شحال مره مشى للمغرب، واليوم من راه في القناه ديال حفيظ الدراجي وديال وليد صادي وتابع لهذوك العصابه هذو ديال كره القدم، راه خدام مع هذه العصابه، يعني خاصو يدافع عليهم، لانه هو مناجر ديال اللعابه باش يخليوه يخدم ويبيع ويشري في اللعابه.
راكم فاهمين. انا نحط لكم شي في الطابله. انتوما يا ابراهيم شاوش مع انت مناجير وخدام تبيع وتشري في اللعابه، جاي خصك تهضر في المغرب باش يخليو لك الخبيزه. اما لو كان تولي ما تهضرش في المغرب وكذا منا وديها في سوق راسك وتدخل سوق راسك وتخدم نورمال، وانت عارف بلا الحق بلا الملاعب تبناو من الارض، وعارف بلا المغرب فور عليك في البنيه التحتيه، وباش ما دير باش تبقى بعيد على هذه الفتنه هذه اللي دخلت فيها. بغيت تدخل راسك في الفتنه بالعاني غير باش سيادك يخليوك والعصابه اللي خدام بها كره القدم يخليوك تتبيع وتشري في اللعابه وتروج في اللعابه كي بغيت، لانه انت ديجا جاي للمغرب وشايف المغرب وكنت تمشي وتجي مع علاش بالعامري ما يخرجش يهضر في المغرب؟ علاش اللعابه الكبار ما يخرجش يهضروا في المغرب؟ كاع اللعابه ديال الجزائر القدام ما يخرجش يهضروا في المغرب. بن شيخ علي بن شيخ وديما يتجنب يهرب ويهضر غير بالحق على المغرب. ولكن انت امين رخيص وخدام بواحد هذيك ديزاد نيوز ديال الرخواص ديال اللي بحالك، العصابه اللي بحالك ديال الاتحاديه، سي نورمال غادي تهضر وخاصك تطيح في المغرب، وخاصه ما نمشيوش راهم غيديروا تعراقيل ومنا والتطبيع هضرت شوف طلع المستوى. ابراهيم شاوش راك راجل، طلع المستوى. انا شفت الفيديو ديال كاع شفتو ما بغيتش نفوتهم هنايا لانه انت رخيص. نفوت الفيديو ديال واحد رخيص كلش برك نفوت الفيديو ديال واحد راجل يهضر ما يدخلش في هذه الفتنه. ولكن انت من رخيص وانت شايف الواقع، وروح سول صاحبك اليوتيوبر اللي انت عارفها ابراهيم شاوش، سوله المغرب والبنيه التحتيه والملاعب، روح سوله فوقاش ديما راهو هاد الملاعب. ياك نتوما عارفين بالملاعب ديما راهو محفره، وجيو تكذبوا على الشعب في لي بلاطو لانه نتوما ماشي رجال. كون جات لكم الرجله نقول كلمه الحق. وغادي شوف والمغرب راه يشهد له العالم. راه البارح دارت مقابله ما بين الكونغو ونيجيريا، الكونغوليين والنيجيريين كاع فرحانين، العالم كامل شاهد لهم. افارقه كاع شافوا الملعب، قال لك بولوز، قال لك طابي ملاعب عالميه، وتجي انت باغي تنقصها باش يرضاو عليك شويه هذوك العصابه اللي راهم شادين الاتحاديه. كونكم رجال يا صاحبي، كونكم غير واحد الوقت. شوف غادي ماشي بعيد ان شاء الله ممكن تصلح الاوضاع وكل شيء يتصلح، غادي توليو دايرين فيها هذوك لي بلاطو وتشوفوا ما غادي تشوفوا واش تهضروا على المغرب بالخير. بسيب عليك غادي تهضر على المغرب بالخير لانك صافي غادي تتبع وصافي. انت تتبع غير من مواشاتهم راكم تابعينها. بصح لو كنت راجل يا ابراهيم شاوش اللي انت معروف زعما لعاب ومنا وما شاء الله معروف كره القدم، اقول كلمه الحق، ما تبش الناس، ما طيحش الهضره في البلاطو. والكافو مختطفه والفيفا. الكافو والفيفا شافوا المغرب خدام على راسو، خدام في الميدان. هما دخلوا المغرب لانه المغرب يخدم، انت ما تخدمش، انت تخدم غير بفمك. انت قاعد عطينا غير الفهمات وشافوكم نهار كامل وانتم وتكذبوا على عباد الله. واش انت من تجي تقول لي ملعب عادو ترميمو هو ملعب بدا من الحفره وانتم عارفينها في الجزائر كامل، الجزائر عارفه بلي الملعب ديال مولاي الحسن بدا من الارض لانه كل شيء شافوه وكل شيء متبعينه. وتجي انت باش غتضحك على الشعب والشعب عارف بلي الملعب هذاك بدا من الارض، ملعب البارد بدا من الارض، ملعب مولاي عبد الله بدا من الارض. ما تكذبوش، قولوا غير كلام الحق، العالم كامل شايفه. بس انت ما باغيين تقولوا، باغيين تكذبوا باش لعله وعسى يعطوكم ميمي وتمشيو تبيعوا اللعابه وتجروا في اللعابه. هو الصراحه وهذا الحقيقه. عدلوا شويه، طلعوا شويه من المستوى، ووقفوا شويه كرجال وقولوا كلام الحق. ما تجيوش تبقاو ترميو في الاكاذيب منا ومنا قوش ضروات غير باش يرضاو عليكم في لي. واصلا هما هذوك اللي دايرك والله ما راضي عليك لانه عارفك بالله انت اصلا راك دير هادشي هذا. يقول لك غدوه يدور فيا اللهم يجمع ويطوي. الملاعب بداو من الارض في العالم كامل عارفها، ويجيو ترميم. واحد يقول لك غيديروا تعرقولات، واحد يقول لك اش ديرك تعرقولات اخويا، اش داله فيك؟ عندك في رجليك راك غادي توصل، ما عندكش في رجليك بغات تشمش وتاكل التبن. من الاخر اينما نحشموا منكم ما عيقتوا بساليتوا، منافقين من الدرجه الاولى. انسان بنادم في الاولى قال كرتون، الناس بنات الملاعب وقفت الملاعب وخدمت وطلعت المستوى العالي. لا ترميمات ومنا يا هضره كي داير ديال البقر اخوات. والله الا كرهتونا كواره عايش ركدوا بالك كواره وتكذبوا على عباد الله وتكذبوا والشعب عارف. الشعب راه عنده الانترنت. واش ردتوا الشعب ما عقاريش الانترنت؟ واش ردتوا نحن ما نشوفوش الانترنت؟ راك في واحد الوقيته في 2025 ابراهيم مشاو انت وهذاك اللي معاك ما عرفتش كسميت، راك في واحد الوقيته راه كاين الانترنت، كاين العلماء، الناس كاع تعرف واش واقع في العالم. انتم الناس بدات معاهم من الارض وهما تابعين ملعب مولاي الحسن حاضينه تكمل، وتجي تقول لهم لا غير ترميمات. تحشموش تشوف
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقسم لكم بالله إلا ما تخرجونا من لأن بنادم راسو مكربع، يشوف في الحاجة ويكذب عيناني في وجهه، نتوما تشوفوا في الحاجة وتكذبوا بزاف.